فيه ناس كتير بتصلي وبتروح الكنيسة وبتخدم وبتصوم، بس أول ما حد يغلط فيهم يقطعوه، وأول ما حد يغزلهم يقسوا عليه، وأول ما قلبهم ينكسر ينسوا إنهم ولاد ربنا. بس الحقيقة اللي لازم نواجهها، اللي ما بيعرفش يحب هو في الحقيقة ما يعرفش ربنا. ليه؟ لأن الله محبة، مش عنده محبة، لأ، الله هو نفسه المحبة. من لا يحب لم يعرف الله، لأن الله محبة. في عالم بقى مليان كراهية وانتقام وتصيد أخطاء، بقينا بنشوف الحب الحقيقي كأنه شيء نادر. بس ربنا مش بيطلب مننا حب سطحي ولا حب حسب المزاج، هو بيطلب حب حقيقي زي حبه لينا. والكتاب بيقول: بهذا قد عرفنا المحبة إن آنذاك وضع نفسه لأجلنا، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. ربنا ما اكتفاش بكلام، ربنا ورانا المحبة بالأفعال، المحبة اللي بتغفر وبتتأنى وبتحتمل، المحبة اللي بتخلي واحد زيه يجي ويموت علشاني وعلشانك. كان في خادمة في كنيسة فقيرة، كانت ست بسيطة وعندها 4 أولاد وجوزها سابها، ومع كده كانت دايما تبتسم وتخدم وتحب الكل. حد سألها في يوم: ازاي بتقدري تحبي الناس اللي بتأذيكي؟ قالت: أنا ما بحبش بقوتي، أنا بحب بقوة اللي فيا، المسيح اللي حبني وأنا خاطية. الست دي من غير ما تعرف كانت بتعيش الإنجيل عملي، وكانت بتجسد الآية اللي بتقول: المحبة تحتمل كل شيء، تصدق كل شيء، ترجو كل شيء، وتصبر على كل شيء. إزاي نعرف إن المحبة اللي جوانا الحقيقية؟ لو قدرت تحب من غير مقابل، يعني تحب اللي مش بيحبك، دي مش قوة بشر، دي نعمة إله. لو غفرت من قلبك لحد خذلك، خانك، جرحك، يبقى فعلا المسيح ساكن جواك. لو رفضت ترد الشر بالشر، وبدل كده رديت بكلمة حلوة أو بصلاة: أحبوا أعدائكم وباركوا لاعنيكم وأحسنوا إلى مبغضيكم، يبقى أنت كده المسيح جوا قلبك. أنت آخر مرة حبيت حد صعب كانت إمتى؟ آخر مرة غفرت من قلبك؟ آخر مرة حسيت إن محبتك للناس خارجة من قلب ربنا مش من قلبك كانت إمتى؟ لو النهاردة حسيت إنك ضعيف في المحبة، افرح لإنك مش لوحدك، فيه إله واقف جنبك وبيحبك بمحبة كاملة، وهو اللي هيعلمك تحب إزاي. صليله: يا رب اديني قلب شبه قلبك، قلب يحب من غير شروط، ويغفر من غير حدود، ويدي حتى لما يكون موجوع. علمني أحب علشان أكون شبهك وأعيش الآية دي. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت فيه الله والله فيه. أوقات كتير بنفتكر إن المحبة معناها إني أحس بمشاعر دافية ناحية حد، بس الحقيقة المحبة مش دايما بتيجي بإحساس. المحبة قرار إنك تختار تسامح، تختار تحتمل، تختار تحن حتى لو مفيش حاجة تشجعك. فاكرين المثل اللي قاله يسوع عن السامري الصالح؟ اليهودي اللي اتضرب واتساب على الطريق، ولا كاهن ساعده ولا اللاوي ساعده، ولكن السامري اللي المفروض يكون عدوه هو اللي ساعده، وهو اللي تحنن عليه. ما كانش يعرفه، ما فيش أي سبب شخصي يخليه يساعده، ولكن قلبه اللي مليان بمحبة حقيقية خلاه يعمل المستحيل علشان ينقذ إنسان مجروح. ربنا عايزنا نحب كده، مش بناء على مين قدامي ولا عمل ليا إيه، ولكن بناء على مين اللي ساكن جوايا. تحب اللي بيحبك، ده طبيعي، حتى الخطاة بيعملوا كده، ولكن تحب اللي دايما يعندك، تحتمل اللي بيكسرك، تساعد اللي عمرك ما استريحت له. هنا يبدأ شكل يسوع يظهر فيك، لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم، أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ في حياة يسوع نفسه شفنا المحبة اللي في أنقى صورها، لما غسل أرجل تلاميذه، حتى يهوذا اللي كان هيخونه بعد دقايق. لما بطرس أنكره، يسوع ما صرخش فيه، بل بعد القيامة قال له: يا سمعان ابن يونا، أتحبني؟ وهو مصلوب والدم بينزل والمسامير بتوجع والناس بتشتم، قال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. مين بيحب كده؟ مين بيغفر في عز الألم؟ يسوع، إله المحبة اللي دعانا نكون شبهه. عايز تعيش الآية دي؟ من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. جرب تعمل دول. سامح حد جرحك من قلبك حتى لو ما اعتذرش، قدم له غفرانك كهدية. اتصل بحد مقطوع بينكم الكلام من زمن، حتى ولو هو اللي غلطان، انت خليك صورة المسيح.
بارك اللي بيغلط فيك بصعوبة طبعا، بس دي المحبة اللي بتقلب الموازين. ساعد حد ما تعرفوش من غير ما تنتظر حاجة. السمير الصالح عمل كده وساب لنا مثال. صلي النهاردة من قلبك واطلب ان ربنا يديك قلب زي قلبه، مش قلب بيحب يوم وينسى يوم، لكن قلب يثبت في المحبة دايما. اتخيل معايا لو كل واحد فينا فعلا عايش من المحبة الإلهية، وكل بيت مسيحي تحول لبيت فيه غفران واحتواء وحب وصبر. لو الكنيسة ما بقتش بس مبنى، ولكن مكان مليان ناس بتحب بجد، مش بس هيبان في معاملاتنا، ده هيبان في عيوننا، في اسلوبنا، في كلامنا، في ردودنا وفي افعالنا. ووقتها بس الناس هتشوف يسوع جوانا. ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب، لان من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره. اكتر مكان ممكن نجرح فيه واكتر مكان محتاجين فيه محبة حقيقية هو البيت. ليه؟ لأن البيت هو مكان احتكاك يومي اللي فيه كل حاجة بتتكشف، التعب والعصبية والاختلافات والغيرة والتوقعات. ومع كل ده ربنا دعانا ان يكون البيت هو أول مكان يتزرع فيه حب الله. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. مفيش محبة أعمق من كده. حب بيعطي لدرجة الموت. يعني الزوج يحب مراته مش بس وقت الهدوء ولكن كمان وقت الزعل. الزوجة تحتمل زوجها مش لأنها مغلوبة ولكن لأنها بتحب بمحبة يسوع. الأخ يسامح أخوه حتى لو اتكرر الغلط. الأم تحتمل ولادها وتصلي لأجلهم بدل ما تعنفهم دايما. المحبة في البيت مش إننا ما نغلطش، ولكن إننا نغفر بسرعة ونحب رغم الأخطاء. ناس كتير بتسأل أنا بحب الشخص ده، بس هل حبنا ده مرضي لربنا؟ الإجابة دايما واحدة. لو حبك بيقربك من ربنا فهو حب حقيقي. لو حبك بيبعدك عن ربنا فده مش حب، ده احتياج مزيف. المحبة لا تفرح بالاسم بل تفرح بالحق. يعني المحبة اللي تفرح بالغلط أو تشجع على الخطية دي مش من الله، لكن المحبة الحقيقية بتحفزك على الطهارة مش الشهوة، وبتدور على الارتباط المقدس مش العلاقة المربكة. بتسند وتصلي وتنتظر توقيت الله. الحب اللي يخليك تتغير بعيد عن شخصيتك وتتخلى عن قيمك وتتنازل عن نقاوتك ده مش حب، ده فخ روحي مغلف بمشاعر وقتية. أما الحب الحقيقي هو اللي يخليك تبقى أقرب لصورة المسيح، هو اللي يعلمك الصبر والتفاهم والتضحية زي ما المسيح حب كنيسته. تعرفي إن ربنا عايزك تحبي نفسك بس مش بالطريقة اللي العالم بيعلمها. حبي نفسك وعيشي براحتك واعملي اللي يريحك. لا، دي محبة أنانية. ربنا بيقولك حبي نفسك لأنك غالية جدا في عيني، لأنك عزيز في عيني ومكرم وأنا قد أحببتك. تحب نفسك يعني متقبلها زي ما هي، لأنك مخلوقة على صورة الله. ما تجلديهاش على كل غلطة، لكن اتعلمي منها وارجعي لحضنه. ما تقارنيش نفسك بحد لأنك فريدة وهو عنده خطة خاصة ليكي. لو انت تعبانة مجروحة موجوعة فهو جاي مخصوص علشانك وبيحضنك بمحبة مشروطة وبيفكرك أنا أحببتك بمحبة أبدية ومن أجل ذلك أدمت لك الرحمة. المحبة مش كلام، المحبة أفعال. المحبة مش استحقاق، المحبة نعمة. المحبة مش شعور، المحبة قرار ثابت. صليله وقوله يا رب علمني أحب نفسي زي ما أنت بتحبني. أغمر قلبي بمحبتك علشان أقدر أحب غيري. خليني أعيش يومي وكأنك بتتكلم من خلال قلبي. وغفر لي لما نسيت إني ابن وبنت لمحبة إلهية. املأ قلبي سلام وصبر وحنان، وخلي كل خطوة في حياتي تكون صدى لمحبتك فيا. أوقات الجرح بيبقى لما بنتجرح بنبقى قدام اختيارين، يا إما نرد الجرح بجرح، يا إما أفتح قلبي لنعمة المسيح وأختار المحبة. المحبة اللي بتغفر مش لأنها ضعيفة ولكن لأنها عارفة إن الغفران مش ضعف.
الغفران هو قوة المحبة. احتملوا بعضكم بعضا واغفروا لبعضكم بعضا كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. أوقات هتحس إنك مش قادر وإن الجراح أكبر من طاقتك، بس ساعتها افتكر المسيح غفر لك وإنت خاطي، فإزاي ما تحاولش تغفر وإنت ابن النعمة. القديسة مونيكا أم القديس أغسطينوس اتعذبت من ابنها سنين، وكان عايش في الخطية ورافض الإيمان وكسر قلبها بدموعها. مع كده ما بطلتش تحب ولا لحظة واحدة، وما قالتش مش نافع ولا بضيع وقتي، ولكن صلت وبكت وصبرت، ومع الوقت المحبة والصلاة غيروا التاريخ، وابنها بقى القديس أغسطينوس ابن الدموع من أعظم قديس الكنيسة. المحبة اللي مبنية على المسيح مش بتموت ومش بتفشل. في عالم مليان قسوة ربنا بيدعونا نكون نور، نور مش بالكلام ولكن بالفعل. لما تسامح بدل ما تنتقم، ولما تصبر بدل ما تشتكي، ولما تحب بصدق حتى في وسط ناس ما تستاهلش، ساعتها هيشوفوا يسوع فيك. لأن الآية ما بتقولش من لا يصلي لا يعرف الله، ولا من لا يصوم لا يعرف الله، ولكنها بتقول من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. صلي له من قلبك وقول له يا رب انت المحبة الكاملة، اغمر قلبي بحبك لدرجة تطرد كل كره وكل غضب وكل مرارة. اديني قلب يشبه قلبك، يحب اللي بيبعد ويحتمل اللي بيجرح، وعلمني احب حتى وانا موجوع، واغفر لي لما قصرت في حبك وفي حب الناس، وخلي كل لحظة جاية في حياتي تكون رسالة محبة بتتكتب باسمك. عايزة أعيش الآية دي مش بس في ذهني ولكن في كل تفاصيل يومي. الله محبة، ومن يثبت في المحبة يثبت فيه الله والله فيه. لو وصلت لآخر السكريبت تفتكر دايما المحبة مش رفاهية، المحبة هي أصل الإيمان، واللي مش بيحب مهما عمل لسه ما قابلش ربنا بجد. خلي كل خطوة في حياتك تقول للعالم أنا عرفت الله، لأن الله محبة. أمين. ربنا يلمس قلبي وقلوبكم بمحبته وبنعمته. اذكروني في صلواتكم.